كان في كراسي هنا العزاء، كان في صفين كراسي في الشارع وكده. في ناس كتير كانت جايه تاني يوم ما اعرف رئيس العمليات جاني هنا راجل ما اعرفه يعني بوليس سلام الله السيد الله جاني هنا وراجل كان عايزني بس انا طبعا قبلت من العمليات وقال لي السيد المدير وعايز يجي عشان محمد محمد عبد العزيز شوف طبعا لان لو جه هنا احنا ممكن في واحد نفسه بس يعملوا على أخطر من ده مش عارف هو قاعد نفسه طبعا جامد ازاي هم في الاسم بعيد قلت له مين قال لك ان هم كانوا في الاسم لازم شيلوا من هنا حط حضرتك هنا والحاج يوسف برضه هيحكي لك برضه على الشباب اتضرب في النار هنا بص تمام بص حضرتك ما عدوش هنا مع المصري هنا حتى المتظاهرين عدى الجنب ده خالص ما عدوش اسمع على بعض 400 متر 500 متر والعيال اللي جم لغايه المصري هنا بتوع الاسم بقى يضربوا نار من على المصري هنا هو عنده كوبريه كهرباء البيت اللي بيتبني ده عند البيت اللي بيتبني جم هنا وبقى يضربوا نار بقى الولاد طلعوا قدامنا هنا احنا حتى اسلامة الحاج علي ما بقناش عارفين ننتظره مش عارفين ننزل من ضرب انا بس قبل ما اه انا دلوقتي حضرتك مع مجدي طبعا قلت له مين قال لك ان الناس راحوا المتظاهرين كانوا هنا والخنازير بتوع كلهم قلت له حتى لحد بتاع وبيأكد لك ان هم كان اصبح ما فيش مسافه وبقى يضربوا على الولاد قال ازاي ده هم طلعوا السيد المدير هم عايزين يقتحموا السيد المدير ده بتاع المنزل ها؟ السيد المدير اداهم تعليمات قالوا لا طالما اقتحموا الاسم دفعوا الاسم وايه؟ يضربوهم بالنار. قلت له مين اللي راح؟ الناس يقولوا مختلف كده من كانت الناس هذا مبرر عشان يضربوهم بالنار. الشباب كله كانوا وهم اللي سابوا الاسم الشرطه اللي سابت الاسم جات لهم هنا. ايوه البلد ده حقيقه انا عارف ما هي دي الحته المهمه اللي لازم صح الصالح حضرتك. في حياه النيابه بقى انا لما اشرت في حياه النيابه للواقعه دي رئيس النيابه قال لي طيب في شهود على ده قلت له اجيب لك 100 طبعا انت عارف هنا كانت حاجه ثاني يوم قال لي لا انا عايز 2 على فكره انا ممكن اجيب لك اللي انت مكلمني الشيخ مصطفى وعمر عشان ده راح من ضمن الشهود ماشي قال لي لا انا عايز 2 قلت له الشيخ مصطفى وده صديق لي راجل ومسافر معاه في العماره في البيت خط العماره يعني تربطه بصداقه بنفسي اكثر صداقته ليا والاستاذ موسى يهود المحامي قاعد برضه جاي على الدين يعني قلت له ناس ايه؟ الشيخ مصطفى وده صديق شخصي المجدي قاسم مخلوقين معاه في نفس العماره عشان قال له محمد عبد الهادي حمد وراح مدير التليفون انا برضه
ده ممكن اديك الامان وتجيب واحد وتجيب. انا كده على فكره بعت لي عشان اكلمك محمد عادل. انا ناس كتير قمت مع محمد عادل كان ابوه لا انا مش عايز ادخل. واحد جالي عن طريق واحد. بص جالي عن طريق واحد. ده حضرتك بعت 2 شهور قال لهم الحاج علي بيقول ان مجدي خاطر مدير عمليات مديريه الامن اللي هو الرائد مجدي خاطر قال ان مدير الامن قال لهم باسم السويس كانوا بتضربوا نار، ورغم ان الناس كانت قالوا له حصل الكلام ده حصل موجودين في كل كلمه اشار بيها الحاج علي. كل الكلام ده الحاج علي حصل اكدوه. 2 شهود مقربين برضه موسى ياقوت تربطوا صداقه قويه بمجدي خاطر، قاعدين مع بعض ليه معاهم المحامي يلا مش واحد يعني مقرب لينا، لا ده لو يتحروا يشوفوا علاقه موسى ياقوت بمجدي خاطر يلاقوهم الاثنين اخوات. العلاقه الصداقه مجدي خاطر ده سويسي سويسي ده يبقى عبد ايه اللي حصل بعد المرحله دي؟ انا طلبت كل ناحية أقوال جانبا اعتبرها أقوال كيدية. لجنه تخصص حقائق من نيابة برضه من نيابة تنزل لجنة من نيابة هنا عندك موقع الحدث وتسأل الناس توصل الأهالي فيما هنا تقول لهم إيه اللي حصل، كانوا فين المتظاهرين، اسم السوق كان فين بالتحديد، وبقى يضرب نار. وبرضه ورا عند بيت والدي اللي ورا ده في كان لحد رمضان كتير الناس دي كانوا بيخشوا ورا الولاد طلعوا فوق عندهم في الدور الثاني وقتلوا الولاد على السلالم. متظاهرين. الو ايوه